السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نجلاء علي من مطبخ نوجة. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض وصفة كده حلوة ولذيذة، تنفع وجبة غدا خفيف او وجبة عشاء، وحاجة كده اقتصادية ومش مكلفة وعلى قد الايد. بينا بقى على المقادير. معايا هنا طبعا نص كيلو دقيق، ومعايا ذرة ملح، ومعايا معلقتين لبن بودرة، ومعلقتين سكر وخميرة، ومعايا الزيت هاخد منها 3 معالق. هابتدي هنا آخد من الخميرة معلقة كبيرة، طبعًا معلقة مش مليانة أوي، خدت كمان حبة، وهانزل بقى برضه بالمكونات اللي إحنا ذكرناها قبل كده، اللبن البودرة مع السكر مع ذرة الملح، وأقلبهم مع الدقيق، وهناخد من إزازة الزيت 3 معالق زيت، وهابتدي أقلب المكونات الحلوة الجميلة دي مع بعضها، ومعايا هنا كوباية مَيّة دافية عشان أعجن بيها. طبعًا الجو برد شوية، فلازم تبقى المَيّة دافية عشان تساعد على التخمير. فطبعًا أنا باعجنها أهو، بالِم العجينة. هي خدت كوباية مَيّة، نُص كيلو دقيق خد كوباية مَيّة وحبّة صغيّرين كده بتاع ربع كوباية. طبعًا أنا بافضل أفرد وألِم كده في العجينة لمدة 10 دقايق على الرخامة، لحد ما يبقى ملمسها ناعم كده، وتبقى عجينة مطاطية وناعمة، ملمسها ناعم. زي ما أنتم شايفينها كده قدّام الكاميرا، هي ملمسها ناعم ومطاطية وجميلة. هاسيبها بقى شوية تختمر، هي طبعًا في الشتا بتاخد وقت شوية على بال ما بتختمر. طبعًا الوصفة دي وصفة إيه بقى، اللي هي الفطيرة بحشو البطاطس. طبعًا أنا حطيت العجينة تختمر، وكنت سايبة البطاطس تتسلق، فهنا باقشّرها وهاهرسها بقى بالهراسة، هاهرسها كده وأنعّمها جدًا. وبعد ما تنعم كده هاضيف بقى عليها معلقة سمنة بلدي وحبة زيت، وهنحط بقى حبة فلفل وحبة ملح. دي كل المكونات بتاعة البطاطس. طبعًا باخلطها كده كويس، وطبعًا مخرّطة لها قرنين فلفل كده حاميين مع ربطة خضرة بقدونس، كزبرة بقى الموجودة عندِك والمتاح عندِك اعملي بيه. طبعًا باقلّب الكلام الحلو الجميل ده مع بعضه. طبعًا على بال ما خلّصت العجينة اختمرت أهي، هاقطّعها كورتين كبار و3 كور صغيرين. الكورتين الكبار دي اللي هاعمل بيها الفطيرة، وال3 كور الصغيرين دول هنعمل فطائر كده مقلية في الوok. هاسيبهم بقى يرتاحوا شوية، وهابتدي بقى هامسك أول عجينة وافردها. هي بتفرد معايا ما شاء الله على طول أهي، لإنها ارتاحت واختمرت كويس. طبعًا بامسكها كده بالنشابة وبافرد، وامسك الرغيف كده أو الفطيرة، واقعد كل شوية أقلبها على ناحية عشان تبقى مفرودة. وجبت صينية مدهونة دهنة زيت خفيف، وباحط فيها أول طبقة، وبعدين هانزل بالحشو اللي هو البطاطس، ونملى الفطيرة كده كلها نشبعها بيها. هي طبعًا البطاطس دي خطيرة، طعمها حلو أوي. وجبت طبعًا جبنة موتزاريلا واحطها عليها كده، واوزعها كويس برضه فوق البطاطس. شِلتها واركنها على جنب لحد ما افرد الفطيرة التانية. طبعًا بتلزق كده، باحس إنها بتلزق، باجيب رشة دقيق خفيفة وبافرد، بتفرد معايا على طول. أحس إنها كده مش مضبوطة، باروح لافة الفطيرة وعلى الناحية اللي مش مضبوطة، واحاول أضبطها كده بالنشابة، وافرد كده مع بعض لحد ما تديني الحجم اللي أنا عايزاه، قد حجم الصينية بالضبط. كده بافردها ما شاء الله، خلاص باقيسها لقيتها نفس الحجم. هابتدي بقى أمسك الأحراف دي والزقها في بعضها، أقفل الحرف اللي فوق مع الحرف اللي تحت كده، وأقفلها كويس كده، وأبرمهم على بعض عشان ما تفكش، ولا البطاطس وأنا باسويها في الفرن تطلع لبره. بابتدي بقى بإيديا كده أنغّزها، وبعدين أروح لافة الصينية وأعملها بالورب كده نفس التنغيزة. وطبعًا هاسيبها تختمر شوية. أمسك بقى ال3 كور اللي أنا كنت راكناهم، بافردهم وباحشيها بطاطس، وأروح لمّاها زي البُقجة كده، واسيبها برضه ترتاح شوية، واجيب التانية واعمل نفس الحكاية. بافردها واروح لمّاها زي البُقجة، واروح حاطاها كده واسيبها برضه ترتاح، لحد ما اخلّص. هُم 3 فطاير. أنا باوريه لكم إن أنتِ ممكن تعمليها في مقلية في الwok بحبة زيت خفيف، أو تعمليها في الفرن بالطريقة اللي أنا شُفتوها دي، إن أنتِ تفرديها كده في صينية وتعمليها طبقتين وتحشيها.
هنا طبعا معايا صفار بيضة ومعلقة لبن، وحطيت ذرة فلفل عشان الزفارة، وبربها كويس. وجبت بقى الصينية بتاعت الفطائر، اختمرت اهي، بدهنها بقى وشها بيض عشان تساعد على التحمير كده وتدي لون جميل. بالفرشة كده بوزع دهنة البيض عليها كلها. بعد كده هجيب حبة سمسم، انت ممكن تحطي سمسم، تحطي حبة البركة، تحطي الاتنين مع بعض اللي انت حباه. برش عليها بقى حبة سمسم وهروح مدخلاها الفرن على اول رف على اعلى درجة حرارة. طبعا هنا طبعا ارتاحت شوية، بتفرد بقى معايا، بروح فرداها وهسيبها، ولو اتفتحت كده المها واقفلها برضو. وهنا خلاص فردت التلاتة دول، بوريهم لكم ان انا يعني ايه دهنة زيت اهي، واحطها في الوك على نار متوسطة. بعد كده احط التانية واروح قلباها، هي ما بتاخدش وقت، وعلى نار هادية، وبغطيها كده برضو عشان تساعد انها تستوي من فوق ومن تحت. دي اخر واحدة، لونها ذهبي وجميل. وهنا دي الصينية طلعت، وادي الثلاث فطائر اللي احنا عاملينهم في الوك. وهنا دي بنزلها هي الفطيرة، بنزلها في طبق التقديم. حاجة كده بصراحة آخر طعامة وآخر لذاذة وآخر جمال. الطعم خطير وجميلة جدا، وتعمليها كده وجبة خفيفة للغدا للعشاء. وأتمنى الفيديو ينال إعجابكم، متنسونوش بقى باللايك.